ونروح بعد كده للمركز الثاني لأكتر تاني فيلم منتظر في 2023، أنت مان أند ذا ووسب كوانتومانيا. إيه حكاية أفلام مارفل والسوبر هيروز معانا النهاردة؟ مش فاهم والله. المهم صاحبنا ده ظهر أول مرة في 1962 في قصص مصورة، وأول مرة يظهر في فيلم كان في 2015 مع أول فيلم لسلسلة الرجل النملة، ده غير ظهوره مع مجموعة الأفينجرز وفيلم لكابتن أمريكا. والفيلم ده الفيلم الثالث لسلسلة أنت مان، ومن إخراج بيتن ريد اللي أخرج فيلمين السلسلة، ده غير طاقم فيلمين السلسلة هم نفسهم المشاركين في الفيلم ده زي بول راد، ولا الأسطورة المخضرم مايكل دوغلاس، ولا إيفانجيلين ليلي، وبيل موري، وغيرهم كتير. والفيلم من المقرر إنه يتعرض في 17 فبراير، يعني في الربع الأول، قربنا أهو. وبالرغم ان اغلب السوبر هيروز افكارهم متشابهه وممله، لكن ده فيه حاجه مختلفه، فكره مختلفه كده. راجل ممكن يصغر ويتحول لحجم النمله، يعني الصرصار بالنسبه له وحش ضخم ومرعب كمان. لا ومش بس بيصغر، ده ممكن يكبر ويبلع ناس او يفعصهم، وده عن طريق الحزام اللي لابسه اللي يقدر يتحكم بحجمه من خلاله، اللي عمله له دكتور بيم. الفكره حلوه وتشد، راجل يكبر ويصغر في الحجم، يعني ممكن يعدي من خرم الباب او من تحته، او يعدي من اماكن مفيش بني ادم طبيعي يعدي منها. اسرح بخيالك كده وشوف ايه الافكار اللي ممكن تطلع من سوبر هيرو زي ده. بس الفيلم ده بقى هيدخلوا في عوالم تانية ويواجهوا اشرار مختلفين والاجواء العجيبة دي، سخفوا فيه قوي من وجهة نظري.